مشكلة كبيرة اتعرضت ليها الفنانة الشابة أسماء جلال، وتسببت في إنها تحذف حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام بكل صورة أو فيديوهاتها ومن غير أي مقدمات. فتعالوا معايا أعرفكم ليه أسماء جلال عملت كده، وإيه يا ترى علاقة أمينة خليل بالقصة دي. تابعوا بقى معانا الفيديو ده وهتعرفوا كل حاجة من طقطق لسلام عليكم. خلال الساعات الأخيرة اتفاجئ رواد وسائل التواصل الاجتماعي خصوصاً المعجبين للفنانة الشابة أسماء جلال إنها حذفت حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وما بقاش ليها أي صور على الموقع ولا فيديوهات من اللي كانت متعودة دايماً تنزلهم عشان خاطر المعجبين بتوعها. الناس استغربت وسألوا ليه أسماء جلال عملت كده؟ قالوا إن ده تصرف غريب جداً منها، بس اتضح إنها عملت كده بعد انتشار صورة قديمة ليها بترجع لسنة 2015 وهي طالعة ضمن معجبات الفنانة الشابة أمينة خليل، كانت متصورة معاها هي وناس كتير قوي. أسماء جلال كانت ظاهرة في الصورة وهي لابسة حجاب ومع ناس كتير قوي واقفين جنب بعض وفرحانين إنهم واقفين وبيتصوروا سيلفي مع أمينة خليل، وكان كله فرحان ومبسوط وسعيد جدا في الوقت اللي كانت أمينة خليل طالعة جميلة وكشفة شعرها وحاطة مكياج. وطبعا أسماء جلال كان شكلها متحفظ، عشان كده بدأت التعليقات تبقى كتير والمقارنات حوالين شكل الاتنين، واتقال كلام كتير قوي ضايق أسماء جلال تقريبا كده وخلاها تحذف حسابها على انستجرام كله وتختفي عن الأنظار تماما بعد ما الناس تنمروا عليها بصورة وحشة قوي. الفنانة أمينة خليل هي كمان راحت وحذفت الصورة اللي بتعود لسنة 2015 من حسابها الرسمي اللي موجود على انستجرام بعد ما زادت خلالها التعليقات اللي فيها إساءة الأسماء، وده من خلال المقارنة بينها وهي في مرحلة الشهرة والأناقة والثقة والشعر المكشوف وبينها وهي في مرحلة الخجل والبراءة والحجاب على حد تعبير البعض. جت كمان معظم التعليقات فيها تنمر على أسماء، فقال شخص شوف الفرق بين شكلها زمان وشكلها دلوقتي، أكيد الفن بيغير الناس، واللي من بينهم أسماء جلال اللي بقت نجمة مشهورة بعد ما كان نفسها تتصور مع أمينة خليل. مش بس كده، دي أسماء جلال اتعرضت كمان للانتقاد بسبب فيلم الفستان الأبيض، وده بعد ما ظهرت لابسة حجاب مع بلوزة كم قصير، وكان فيلم الفستان الأبيض شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة اللي خلصت فعاليتها يوم الجمعة اللي فاتت، وكمان من المقرر طرح الفيلم يوم 20 نوفمبر في جميع سينمات مصر. وبتدور أحداث فيلم الفستان الأبيض عن بنت غلبانة عايشة في حي فقير وداخلة على سن الجواز، لكن فستان زفافها بيبوظ في نفس يوم الحفلة، فبتعمل رحلة في القاهرة مع بنت خالتها، وده عشان تدور عن فستان تاني تحضر بيه الفرح.